الجامعة تتجه لتجديد الثقة في وليد الرقراقي لقيادة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. قالها عادل عامري. استمرار وليد الرقراقي مطلب ومهم للاستقرار الفني ابو احمد. طبعا لان الرجل اليوم قدم مشروع عمل يحترم صراحه، وطبعا هذا العمل ما نتج الا بدعم لا محدود من القياده الرشيده ومن الجامعه المغربيه اليوم والعناصر. لكن اللاعب اليوم انت لو يجيني مدرب ويدير لي نجوم، يستطيع ان يدير لي نجوم عالميين مش نجوم عاديين، لا هذا مدرب يحترم. شو تقول عن الرقراقي؟ شوف انت بتابع الكره المغربيه اكيد كابتن. شوف بقول لك شيء، انا استشفيت من كاس افريقيا شيء واستفدت شيء واحد. شوف في فرق بين انك تلعب كاس العالم وكاس افريقيا. ليش المغرب بدعوا في كاس العالم؟ لما تلعب مع فرق مثل اسبانيا والبرتغال والدنمارك وبلجيكا يلعبون معك لعب مفتوح، اللعيبه هذول عندهم مساحات يلعبون. افريقيا كل الناس مسكره عليك صحيح. عشان شيء لا تلوم المنتخب المغربي مرات، ترى يبي يدور له حلول. انت الحين مثلا المغرب يوم حصلوا فرق مثل هذه اللعبه وابدعوا، ليش؟ لان هاللعيبه عندهم مهارات، مو بلعيبه دفاعات. لعيبه هذا البرازيل مثل البرازيل مثل افريقيا مثل ما يقولون، يعني فريق عنده مهارات يعرفها، فمهارات متى تطلع يوم تكون في مساحات ياخذ راحته ويسوي. لكن يوم تلعب معاه مسكر الدنيا كلها وضغوطات وفريق 50 سنه ما ماخذ بطوله وجمهور ودنيا واعلام، اكيد شوي بيكون اخطاء. فعشان شيء ما شفت المنتخب المغربي هذاك المنتخب اللي شفناه وين حتى قبل كاس افريقيا، يوم كان يلعب مباراه حد يلعب برا المنتخب يفتحون ويا اللعب، بس يوم يلعب في كاس افريقيا غير، ضغوطات ثانيه غير. مع استمراره كابتن طبعا شوف ساسوي له عشان بطوله راحت الله اعلم ايش قال السيناريو اللي حصل، بس يقول والله المدرب مو بزين. هاي مو بعقليه الناس المحترفين واللي فاهمين كره ان المدرب هذا ينفع. مثل ما قال كابتن عادل مو بسهل انك تقود نجوم يا رجل. ناس يا دربت ريال مدريد فشل.